بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جمعه مباركه علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. زي ما احنا متعودين معاكم يوم الجمعه ديت نعمل لهم غدا حلو وبسيط. بيروحوا يصلوا الجمعه ويجوا يلاقوا الغدا جاهز. نعمل غدا يا ام نور. طلعت فرخه تبلتها، هي التتبيله اللي انا عملتها معاكم قبل كده كتير، واحطها في الفرن. ومعايا نص كيلو جلاش دي اهو، بس هو بس عشان كان في الفريزر، حطاه على الحله دي على ما يفك على البخار بتاع النار. ودي كان عندي صدر فرخه اهوت، ولادي ما بياكلوش الصدور، فرماه في قلب الكبه وهنعمل بالجلاش. معايا بصلتين اهمت فرماهم برضو في قلب الكبه، وحطيتهم لحد ما اشوحوا كده بشويه ملح. هنزل بالفراخ بتاعتي دي، هفضل اقلب فيها كده لحد ما تتشوح. اسيبها لحد ما تتعصج ونرص صينيه الجلاش بتاعتي. هتعملها ايه تاني يا ام نور؟ كنت جايبه امبارح، كان عندنا السوق زي ما انتوا عارفين، كنت جايبه لفت، مسكته وغسلته ونضفته وقطعته. هعبيه بس في البرطمان معاكم، ونعمل له الملح بتاعه. خليكم معايا حبايب قلبي. دي اللفت بتاعي اهوت، مسكته وغسلته وكنت نقعاه في شويه ملح من امبارح عشان يبقى طري معاك بالطريقه دي. هعبيه في البرطمان ده، واحط له شويه ميه وشويه ملح، واحط له شويه شطه. تحط له حاجه تانية يا ام نور؟ لا، مش هحط له اي حاجه تاني، وهيبقى جميل، ويبقى بيكون بيقرمش وجميل. هعبيه كده وارجع لكم تاني. خلاص عبيت اللفت بتاعي اهوت. هتحط له يا ام نور معادي معلقه سكر ونص معلقه شطه صغيره، وحط له، هو مش كتير يعني ولا حاجه، حط له كيس ملح. ده هيبقى المحلول بتاع المخلل بتاعنا. انا عملته معاكم قبل كده على القناه وكان جميل وطعمه جميل ما شاء الله. احط له معلقتين خل بس كده. عايزه تحط له لعله، عايزه تحط له اي حاجه. لا، انا ما بحبش اللي هي الحاجات المصنعه دي، انا بحب الحاجه تكون بطبيعتها كده. هقلب ده كله كده وانزل على المخلل بتاعي حبايبي اهو. بعد ما عبيته ده هتفتحها على تاكلي منه بعد يومين، مش كتير ولا حاجه. هيكون احداق ويبقى زي العسل اهو. تعالوا نشوف. العصاج بتاعي خلاص استوى اهو. احط له بس التوابل بتاعته، ارجع لكم تاني. دي بعد ما حطيت لها التوابل بتاعتها اهي، حطيت لها توابل اي ام نور، حطيت لها معلقه من السبع بهارات، ومعلقه بهارات فراخ، وملح وفلفل اسمر. عايزه تحط لها شويه شطه عشان تبقى سبايسي وجميله كده، ماشي، مفيش اي مشاكل اهو. اسيبها كده 5 دقايق واطفي عليها وارص صينيه الجلاش وارجع لكم تاني. خليكم معايا حبايب قلبي. خلصت الغدا بتاعي معاكم اهو. دي الفراخ اللي انا كنت متبلاها، حطيتها في الفرن واستوت اهي. بصراحه الكاميرا ظلمه الاكل على الطبيعه جميل وريحته جميله كمان. ودي صينيه الجلاش بتاعتنا اهي، ابسط من البساطه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك عشان كل ما ننزل فيديو تتفرجوا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في رعايه الله.